اكاونت اكبر يعني ثقة من العملاء اكتر، مبيعات اكتر، وفاليوز كتيرة قوي ممكن تكون في حياتنا. فواي نوت، او ليه لا؟ النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نكبر الاكونت بتاعنا او نفايرل الاكونت بتاعنا على انستجرام بطريقه اورجانيك طبيعيه جدا، من غير بقى الجو بتاع نشتري فولورز وتابعني وتابعك وفي الاخر لا يبدي باي نتيجه. السر اللي لازم تكوني فاهماه واللي لازم تكون فاهمه ان انستجرام مش بيحبك، مش بيكرهك، مش بيفيرالك، مش بيسقطك غير على او بناء على تجربه الملك بالنسبه له. مين الملك بالنسبه للالجوريزم او اللوغاريتمات بتاعه انستجرام؟ هي تجربه المشاهد. لو قدرت تحسن علاقتك بتجربة المشاهد، او قدرت تخلي الفيديو بتاعك مناسب او الاكاونت بتاعك بشكل عام مناسب مع تجربة المشاهد، فتأكد يقينا 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 ان انستجرام هيحبك زي ما انت خليت العميل بتاعه يحبك. ترى والله حمستينا جماعة. عايزة اقول لكم اهم نقطة هتكون في الفيديو ده، ان مفيش زر هتضغط عليه هيخلي لك بوم الاكاونت بتاعك كبر ومليان ناس بقى بتحبك وبقيت مشهور وفلوس نازله ترخ عليك من كل حته. ولكن في ممارسات لو عملناها صح، لو سلكناها المسلك الصحيح، هنكبر باذن الله. اول حاجه لازم نعملها هي البايو. قد يبدو بديهي للبعض وفي ناس تانية مش عارفاه، بس احنا هنبدأ مع بعض من تحت أعماق الصفر. البايو يا جماعة هو كأنك رايح مكان جديد لأول مرة، مفيش أي حد يعرفك، وانت كلهم عرفوا نفسهم تمام، وكلهم بقى اتعرفوا على بعض وعمالين بيحبوا بعض ويجيبوا هدايا لبعض ويتكلموا مع بعض وقاعدين متآنسين ببعض، وانت الوحيد اللي قاعد كده السلام الداخلي. محدش يعرف انت مين اساسا، محدش يعرف انت مين ولا بتاعت ايه ولا بتبيع ايه ولا بتقدمي ايه. جماعه البايو انا واحده من الناس اول حاجه ببص عليها لما اجي ادخل البروفايل. البايو اللي مش عارفه هي الجزئيه التعريفيه زي السي في بتاعك. منطقي لو انت كبير شويه او انت كبيره شويه اكيد عديتي على انترفيو ولو واحد بس في حياتك، تمام؟ فينفع تروحي تعملي انترفيو في شركه عشان تشتغلي وانت رايحه لهم صليتي مليتي من غير السي في بتاعك؟ اكيد مش هتتقبلي واكيد هتترفضي ورفض شنيع كمان. فلازم البايو بتاعنا اول حاجه تكون موجوده في انستجرام بشكل واضح وصريح ودقيق. اكتب انا بس مختصر، ما احكيش قصة حياتي، وعشان انستجرام عارف ان احنا كلنا بنحب نحكي قصة حياتنا فهو محددك اصلا بعدد احرف معينة. فلازم لما نيجي نبتدي في رحلة ان احنا عايزين نكبر الاكاونت بتاعنا على انستجرام على الاقل اكون حاطط بايو احترافي. نيجي للخطوة الاهم اللي كلنا سألنا نفسنا دلوقتي عليها، ازاي او اكتب ازاي بايو احترافي؟ باختصار شديد احنا ممكن نحط فيه احنا بنقدم ايه، او ايه هي الفاليو اللي ممكن نقدمها، او ايه هو هدفنا في الحياة، او احنا الشعار العظيم بتاع البراند بتاعنا لو احنا براند ايه، او لو عجزت عن كل ده ممكن اقول للناس انا بعمل كذا في الاكاونت بتاعي. احنا كتبنا في فيرا البايو بتاعنا كده عشان ده الهدف الاسمى بتاعنا، او ده الرسالة اللي احنا بنسعى لتوصيلها طول الوقت. واكيد كل واحد مننا عنده حاجة المفروض بيقدمها. ما تاخدوش كوبي بيست، ما تقتبسوش من حد، حاولوا تكتبوا جملة تعبر عنكم انتوا. عملت البايو مجالكش اي فولورز صح؟ اكيد. تعالوا جماعة نتفق مع بعض اتفاق، هي شبكة موصلة ببعضها. لو الممارسات دي كلها اتعملت بشكل صحيح بشكل منظم فده معناه ان احنا هنوصل للغاية او النتيجة المطلوبة. تعالوا ندخل بقى في تاني حاجة من الممارسات اللي المفروض هتكبر لنا الاكاونت بتاعنا. وعد. اول حاجة قلناها هي البايو، تاني حاجة هي ان انت تمسك في نيتش محدد. وات از ذا نيتش محدد؟ تعالي بقى هنا كده عشان اوضح لك فكرة لازم تكوني عارفاها كويس قوي. لو انت براند بتاع طرح، اوكي، ملناش اي علاقة بحياتك الدراسية، انت براند طرح، ما تجيش تنزل لنا ان المادة اللي انت قاعدة بتذاكريها دي صعبة. ده المقصود بالنيتش المحدد. انت لاعبة كاراتيه مثلا، ما تجيش تنزل لنا قد ايه ان انت بتحبي تاكلي ورق عنب على نفس الاكونت اللي انت بتقدميه من اوله لاخره محتوى كاراتيه. ده النيتش المحدد.
كل ما كانت الصفحة بتاعتك محددة، في فرق ما بين ان هي مملة بتتكلم عن حاجة واحدة بتكرر نفس المحتوى بنشوف لك كل يوم نفس الحاجات، وان انت ماسك نيتش محدد. احنا في فيرا بنتكلم عن الهاند ميد اكسسوارز، تمام؟ اوقات عادي جدا بنقدم ليب جلوسز عشان هي تقريبا بتخدم نفس الحاجة، بس عمرنا ما خرجنا عن النيتش بتاعنا واتكلمنا مثلا ازاي تروح تايلاند بأقل سعر ممكن. عمرنا ما عملنا كده، وعمرنا ما عملنا وهنعمل كده، ولو نزلنا فيديو عن ده فهو هيسقط سقطان شنيع. ليه؟ لانه خارج نطاق الجمهور المستهدف. فلو انت هتتكلمي عن الميك اب ممكن تركزي في الميك اب بس، او تقدمي محتوى يخدم الميك اب. لو هتقدمي طرح ممكن تركزي بس في الطرح وتقدمي محتوى يخدم الطرح. لو هتركزي في البيزنس زي ما انا قاعده بتكلم دلوقتي، ازاي تكبري الاكونت بتاعك، ازاي تبيعي، ازاي ممكن تركزي بس في الحاجه اللي انت شغاله فيها، ووعد الالجوريزم هتفهمك. مش حاجه ولا عشان احنا بنكره نشوف منك حاجه تانية، هي الفكره وما فيها ان انت بتتعاملي مع الجوريزم آلة هي طول الوقت بتحاول تفهم انت مين وبتعملي ايه وبتقدمي ايه عن طريق الكونتنت الثابت اللي انت بتعمليه. فطول ما انت قادره تديها نيتش محدد، تصحي الصبح تقولها صباح الخير انا بتاعت هاند ميد اكسسوارز او بتاعت اللوكال براندز، تمام؟ فهي طول الوقت هتقترحك عن المهتم بده. فطالما اقترحتك على المهتم بده اكيد هيشوفك، ولما يشوفك ده هيحسن تجربه المشاهد بالنسبه له، ولما يحسن تجربه المشاهد بالنسبه له انت فايرالتي او وصلتي او البيج بتاعتك كبرت. ده الموضوع باختصار شديد. اوعي تعكي في المحتوى، عكي في اي حاجه تانية في حياتك بس ما تعكيش في المحتوى. طول ما انت ماسكه نيتش ثابت تاكدي يقينا ان الاكونت بتاعك ايا يكن هو على انهي منصه هو هيفايرل. ده طبيعي جدا، ده اللي بنشوفه عند اي حد. وصلنا لثالث حاجه، وعد هتكبر الاكونت بتاعكم لو عملتوها بشكل صحيح، الا وهي الكيوردز او الكلمات المفتاحيه. فاكرين لما كنت لسه من شويه بقول لكم حاولوا تخلوا اللوغاريتمات تفهمكم اسرع. وامتى هتفهمكم اسرع؟ لما تكونوا واضحين اكتر. هي هتعمل ده عن طريق ايه؟ قلنا اول حاجه عن طريق الكونتنت، ان انت بتقدم كونتنت محدد. تاني حاجه عن طريق الكيوردز او الكلمات المفتاحيه. يعني ايه الكلام ده؟ كلنا كبشر لما بنيجي نستخدم النت، سواء كان انستجرام، تيك توك، يوتيوب، ايا يكن، تمام؟ بنستخدم نفس الكلمات التسريش تقريبا. يعني انا مثلا جايه بدور على طريقه عمل رز البسمتي، كلنا بنكتب نفس الكلام وكلنا بنستخدم نفس الكلمات المفتاحيه تقريبا، اوكي؟ فبناء عليه اللوغاريتمات بتحدد لك مجموعه من التصنيفات. سيبك من كلمه الكيوردز، ممكن تعتبرها تصنيفات اللي هي برضو بتقول لنفس المعنى انا بتاع ايه، انا بشتغل في ايه، انا ببيع ايه، انا بقدم ايه. الكيوردز مثلا، انا الكيوردز من ضمن الكيوردز اللي بستخدمها مثلا فاشن. فلما حد بيجي يسرش عليا بالكلمه المفتاحيه دي، اللوغاريتمات تعالوا نشبهها بشيء غير علمي خالص، بالبلدي كده، اعتبرنا قاعدين على المصطبه دلوقتي. اللوغاريتمات دي دولاب، تمام؟ متقسم زي الدرج اللي ورايا ده كده، متقسم لاجزاء او ارفف. كل رف فيه حاجه معينه، تمام؟ في زيوت شعر، في اكل، في بيزنس، في فاشن. كل درج محطوط فيه حاجه تخصه، تمام؟ تخيل انت دلوقتي داخل بتدور عند اللوغاريتمات على حاجه تخص الاكل، وجيت فتحت الدرج ده لقيته فيه زيوت شعر مش زيوت اكل. هتسيبه وتمشي ولا هتاخدها تطبخ بيها؟ التعبير البليغ الذي يدل على القصه. هو بيصنفها لمجموعات، بيدي كل واحد او بيقترحك على الناس اللي المفروض تشوفك، تمام؟ في حالة لو انت حددت له ده او حطيت نفسك في الدرج الصح او حطيت نفسك في التصنيف الصح. هي دي الهاشتاجز، هي دي الكيوردز، هي دي التحسين محركات البحث بتاعك او الاس اي او باختصار شديد او بالبلدي الشديد. تقدر تتعلم ازاي تختار كيورد الصحيحة من فيديو مخصص، بس المهم ان انا اديت لك المفتاح، اديت لك التركايه اللي هو من احدى الممارسات او اهمها على الاطلاق، ان انت تقدر تستخدم كيورد الصحيحه بحيث تقدر تصنف نفسك بشكل صحيح، علشان تضمن، مش عشان احتماليه، لا عشان تضمن
ان انت هيتم اقتراحك او القناة بتاعتك او الاكاونت بتاعك او الفيديو بتاعك يبتدي يقترح على الناس، فالناس تحبه وتشوفه وتتشهر ان شاء الله. لو عملت الكلام ده بشكل صحيح، بالشكل اللي هو عايزه منك، هو ذكي وعارف انت بتحب ايه وفاهمك كويس جدا، هيدوقك طعم الشهرة، وهو عارف ان طعمها لذيذ جدا 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 بالنسبة لك وبالنسبة لغيرك. طول ما انت هتديله اكاونت صحيح اكتر، طول ما هو هيدوقك طعم الشهرة بشكل افضل. بمعنى انت عمرك ما هتتشهر غير لما تديله كونتنت. بمعنى انت دلوقتي حد مش بتنزله كونتنت، مش بتنزله محتوى، مش بتنزله ريلز او فيديوز او اي حاجة، هيشهرك بناء على ايه؟ اول حاجة اتفقنا عليها في بداية الفيديو ان احنا هنشتغل على الاورجانيك ريتش، يعني مش هتخلي الناس تحبك بالعافية، مش هتجيب ارقام بالعافية، ده هتخلي الناس تحبك حقيقي، تتابعك عشان هي عايزة تتابعك، عشان هي بتحب المحتوى بتاعك، عشان هي بتحب تشوفك، عشان هي بتحب تسمعك. فده الاورجانيك ريتش. ما تروحش تضحك على نفسك وتروح تشتري لك مثلا 500 فولور ب 100 جنيه عشان هيجي لك الناس دي تقترح عليك، يعني هيجي لك يعني ديلز كتيره قوي، اللي هو تشتري 100 فولور ب 20 جنيه، تشتري مثلا 500 فولور مش عارفه بكام، وتبص تلاقي يا لهوي 500 فولور ده حلو قوي، يعني 1000 فولور مثلا بمش عارفه كام. اوعى تعمل حاجه زي دي، اوعي تعملي حاجه زي دي، لانك بتضحكي على نفسك. ايش فايده ان انت عندك 2000 متابع ولا 3000 متابع كلهم فيك، كلهم فيك ومحدش بيشتري منك، خاصه لو انت اصلا عامله الاكونت عشان تبيعي؟ انت متخيله مدى الكارثه؟ انت كانك عندك مرض نفسي محتاجه تتعالجي منه. يعني انا الموضوع ده لما بيمر عليا في الاستشارات، الاقي مثلا اكونت عنده 20000 متابع وبيطلع 2 اوردرز مثلا في الاسبوع، واكونت تاني عنده 3000 متابع وبيطلع مثلا 50 اوردر في الاسبوع. الارقام كارثيه كارثيه. فانا مغمضه كحد فاهم، انت شاريه فولورز، علشان كده انت عندك اعداد كلها بلا جدوى. انت دلوقتي حد مش شرط تبيع، انت حد عايز تتشهر مثلا في مجال معين، غير نطاق ان انت عندك براند، او خارج نطاق ان انت بتبيع حاجه. هدفك الاساسي ايه؟ ما هو شغل في الاول وفي الاخر. يجيلك اعلانات، يجيلك مثلا ريفيوهات، يجيلك حاجات كتير. مين ممكن يقدم لك حاجه وانت اصلا محدش يعرفك؟ خليك دايما، انا اهم حاجه بركز عليها في الكونتنت هنا ان انت خليك منطقي. ايش فايده ان انت اشتريتي تفاعلات او اشتريتي 1000 لايك وانت اساسا كلها اكاونت متفبركه؟ استفدتي ايه؟ والمين؟ ليه كنت حابه ااكد لك على النقطه دي؟ علشان اقولك ان الحاجات دي اصلا اكاونت او انستجرام مش هتحبها. يعني ده بالنسبه له انت بتعمل حاجات محظورات، فممكن تفضل تتعب سنة و2 على الاكاونت وتيجي تعمل ممارسة زي دي غلط، ان انت تشتري فولورز او تشتري تفاعلات او يقوم قافلك الاكاونت، يبلكك خالص. فكأنك حرفيا يعني جبت وقتك ومجهودك رميته في الارض. فكل دي حاجات اوعي تعملوها، مش عشان انستجرام مش بيحبها، عنه محبها، علشان انت بتضر نفسك، بتبدد وقتك وبتبدد مالك وبتبدد طاقتك النفسية على اللا شيء. يعني انت حرفيا لو بتضحك على حد مش بتضحك على اللي داخل عندك على الاكاونت. جماعه، اي حد بيفهم في السوشيال ميديا فاهم ان في علاقه طرديه ما بين عدد الفولورز والتفاعلات. احنا مثلا دلوقتي عندنا مثلا 100,000 مشترك، فلما اجي انزل مثلا فيديو شورت، لما يجيب مثلا 50,000 مشاهدة، 60,000 مشاهدة، 40,000 مشاهدة، على حسب نوع الفيديو أو على حسب قد إيه الفيديو حلو، فدي أرقام طبيعية. إنما لما يكون عندي 100,000 مشترك والفيديو بتاعي بيجيب مثلا مشاهدتين 3، فده معناه إنك مفيكة أرقام، وده ليه عواقب كتيرة قوي 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 قوي. لو قعدنا نسردها من دلوقتي لساعتين قدام مش هنخلص منها. فانت هدفك الاساسي الاورجانيك ريتش او الريتش الطبيعي، اللي هو الناس بتحبك. انت مش هتطفح نفسك للناس، مش هيحبوك عافية. فلازم تركيزك الاول والاخير يكون على شخصيتك، طبيعة محتواك، محتوى كويس مش تهكمي. مش معنى ان انت محتوى كويس ان انت بتصوره باكتر جودة، كاميرا احسن كاميرا واحسن موبايل واحسن واحسن واحسن، لا، انت بتقدم فاليو حقيقية، بتقدم قيمة حقيقية اللي هي فاليو يعني، او بتقدم يعني محتوى حقيقي متعوب عليه. دي كانت نصيحة من واحدة بدأت من زيرو تمام، وصلت للارقام اللي انتوا شايفينها دلوقتي من غير ما تروح لحد تقول له ممكن تعمل لي فولو، من غير ما تحط اللينك بتاعها في جروبات واتساب ولا جروبات فيسبوك وتتحظر في الاخر او تتشال في الاخر.
بدأت بزيرو، وصلت للأرقام دي بكل هدوء، بكل ذكاء، بكل واقعية. اشتغلت على الكونتنت، الحاجة الوحيدة، القاعدة الوحيدة اللي ممكن نطلع منها بالرغي ده كله، بالكلام اللي انت عمال تسمعه كله. القاعدة الوحيدة الصح اللي ممكن تطلع بيها اللي هو content is king، ألا هو المحتوى هو الملك. لو عملت محتوى كويس فده معناه ان انت هتتشهر، لو ما عملتش محتوى فده معناه ان محدش هيعرفك الى ان تقوم الساعة. لو قعدت تعمل ايه محدش هيعرفك برضه. ركز على الكونتنت، ركز على نفسك، اعمل الحاجات دي. اعتبر نفسك او اعتبري نفسك في كامب لمدة 3 شهور او 6 شهور على حسب طاقتك هتجيب لحد ايه، وابتدي شوفي النتيجة. وبعد ال3 شهور ما يعدوا، بعد ما عملتي كل اللي اتفقنا عليه، قوليلي الدنيا وصلت معاكي فين، وما تبخليش عليا بلايك وكومنت.